بعد شويه الاهلي هيلعب مع نادي فلامينجو البرازيلي في تحديد المركز الثالث والرابع في كاس العالم للانديه. ولو انت بتعرفش معلومات كفايه عن نادي فلامينجو تابع الفيديو ده. النادي ده اتاسس سنه 1895 وده بيخليه واحد من اعرق الانديه اللي موجوده في البرازيل وفي العالم. وفي القرن العشرين اتصنف كواحد من انجح واقوى الانديه البرازيليه ومن الاربعه الكبار في ريو دي جانيرو. توج بلقب ريو دي جانيرو 35 مره وفاز بالدوري البرازيلي 6 مرات وعنده كده كام بطوله محليه. الفريق بقى بيعاني من عدد من الاصابات والايقافات. المدافع الاساسي فليبي لويس والباك الشمال ليو بيريرا الاثنين دول عندهم اصابات عضليه، يعني ممكن ما يلعبوش في الماتش، وحتى لو لعبوا ممكن يكونوا مش في حالتهم. بالنسبه بقى للعيبه المطروده، في معلومه منتشره ان في 3 لعيبه خدوا كارت احمر في المباراه الاخيره مع الهلال، بس عايز اقول لكم ان اللي اخذ كروت حمراء كانوا من الجهاز الفني مش لعيبه. لكن اللي هيغيب بقى فعلا للطرد هو لاعب الارتكاز جيسون سانتوس اللي اخذ طرد في الشوط الاولاني من مباراه الهلال. اخطر واهم لاعب عندهم هو بيدرو رقم 9، ده كان موجود في القائمه الاساسيه للبرازيل في كاس العالم على حساب فيرمينو لاعب ليفربول، وده كان اللاعب الوحيد اللي موجود في الخط الامامي للبرازيل من الدوري المحلي، وده بيدل على قد ايه اللاعب ده مهم جدا. وكمان هو هداف كاس العالم للانديه مع سالم الدوسري بهدفين، واحرز الهدفين من 4 محاولات بس للمرمى، يعني لاعب مهم جدا لازم نكون مركزين معاه جدا جدا علشان ما يحصلش اي حاجه. تاريخ مواجهات الاهلي مع الانديه البرازيليه، لعبنا 4 مرات في كاس العالم للانديه، فزنا مره وحيده على بالميراس في تحديدا المركز الثالث والرابع سنه 2020، ودي المباراه اللي اتالق فيها جدا الشناوي بضربات الجزاء وقدرنا نحصل على برونزيه كاس العالم للانديه. وان شاء الله يكون الفوز الثاني للاهلي على الانديه البرازيليه النهارده وناخد المركز الثاني. دلوقتي بقى دوركم انتوا بعد المعلومات اللي انا قلتها دي، تتوقعوا مين هياخد المركز الثالث، الاهلي ولا فلامينجو؟